حكم إقامة العريس 7 ليالي عند البكر. يقيم، لكن يقيم معنى يقيم أنه لا يقسم للسيب، ليس معنى يقيم أنه هل يترك صلاة الجماعة؟ لا 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 لا، وكل ما هنالك أنه إذا تزوج بكرا وعنده زوجة يعطي البكر 7 أيام متصلة بلياليها، ليس معناه أن ينام جنبها طول ال7 أيام ولا يصلي، إنما المعنى لا يقسم يقبل العريس أنه يترك صلاة الجماعة. نعم، لا توجد أي رخصة للعريس أن يترك صلاة الجماعة. لا، العريس يجمع مع الناس، يستقبل الزواج بعصيان، صلي مع الناس يا أخي. جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم، الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لو سمحت، عاوز أعرف الحكم الشرعي، ربنا يبارك فيك، في لو زوجة اتجوزت وبعد كده تبين للزوج إن هي ما كانتش بكر، وإن يعني أهلها غشوف كده وهم كانوا عارفين الكلام ده. هي اعترفت لك بالفاحشة ولا لا؟ لا، هي تبين إن هي مش بكر وأهلها كانوا عارفين، وهو عاوز يعرف حقوقها. لا، ما أنا أسأل سؤالا يعني يعني إذا كانت يعني البكارة تثيبها الوثبة وتثيبها الحيضة وتثيبها أسباب كثيرة، لكن إذا كانت اعترفت بأنها عملت أعمالا آلت بها إلى ذلك عملا سيئة، فيقسم الفارق بين البكر والسيب في المهر. نعم، هو استمتع بها، يعني هي كانت، هو استمتع بها فعلا، استمتع بها، يقسم الفارق بين مهر البكر ومهر السيب ويأخذ الباقي ويفارق. أما باقي الحقوق الزوجية طيب. يستر باقي الحقوق الزوجية يتخرجوا بالمعروف. بالمعروف. السلام عليكم.